بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثاني الإعدادي. النهاردة هنحل الامتحان رقم 2 من كتاب الامتحان صفحة 41 اللي هو اختبار على شهري فبراير ومارس. وأول سؤال عندي خريطة للوطن العربي بيقول لي رقم 1 أولى الدول المنتجة للتمر. هي عند نهرين دجلة والفرات. تبقى الدولة اسمها إيه؟ شطار. الدولة هتبقى اسمها العراق. طيب نهر رقم 2 ده نهر ايه؟ شطار، نهر النيل. بيقول لي 3 دائرة عرض بتعدي في شمال الوطن العربي، تبقى مدار، شطار، السرطان. من أهم الدول المنتجة للخيول الأصيلة. من غير ما أبص شطار دي دولة إيه؟ مصر. مصر هي من أول الدول المربية للخيول الأصيلة، الخيول العربية الأصيلة. تعد أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي الأغنام. طيب، تتركز زراعة الأرز في مصر في شمال الدلتا. أهو آدي شمال الدلتا. جمعت مصر بين مركز الخلافة العباسية ومقر الدولة المملوكية في عهد شطار. في عهد مين؟ في عهد الظاهر بيبرس. لما الظاهر بيبرس استطاع أن يحيي الخلافة العباسية مرة أخرى في مصر، فأصبحت مركز للخلافة العباسية وفي نفس الوقت مقر للدولة المملوكية. طيب، ده علامة صح أو غلط؟ معظم الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي غير مستغلة في النشاط الزراعي. صح. أدخل الوليد بن عبد الملك نظام الوراثة في الحكم. غلط. أشيل الوليد بن عبد الملك واكتب معاوية ابن أبي سفيان. استنجد شاور بنور الدين محمود أثناء صراعه مع ضرغام. صح. طيب، بيقول لي تمكن الصليبيون في حملتهم الأولى من إقامة 3 إمارات ومملكة كلها على ساحل البحر المتوسط. غلط، لأن أنا عندي إمارة الرها في العراق، يبقى هنا الإجابة غلط. بما تفسر يعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، لأنه استطاع أن يقضي على الفتن والثورات التي نشبت في عهده. تاني حاجة، أقام مدينة بغداد أهو، لأنه نشر الأمن والأمان في كافة ربوع الدولة حيث قضى على الفتن والثورات. وزي ما أنا قلت بنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة وراقب الولاة وحسبهم. كده احنا حلينا الامتحان رقم 1 ورقم 2 في شهر فبراير. لو محتاج مني أي حاجة سنة تانية اكتب لي تحت في التعليقات أو كلمني على الواتس. أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف.